سعيد، بلعب في مركز شباب سرايا القبة. بتمرن مع كابتن قليسي محمد. حصلت على 5 بطولات القاهرة على التوالي و3 جمهورية. حققت مركز تاني جمهورية أول مرة، وحققت مركزين أول جمهورية بعد كده. كم ميدالية دهب حققتها لغاية دلوقتي؟ 7 دهب و1 فضة. بتلعب بقالك قد ايه بالظبط كونغ فو؟ 7 سنين. بقالي 7 سنين. بتلعب بتحب السله ليه؟ اكتسبت ايه من الكونغ فو؟ اكتسبت شجاعة طبعا اكتسبت شجاعة ولياقة بدنية كبيرة يعني، وقوة وبنية جسمانية كويسة. اشمعنى اخترت ركب كونغ فو ليه؟ انا اصلا كان عندي طاقة كبيرة يعني، وكده كان نفسي العب لعبة قتالية كويسة. طب انت العروض اللي جات لك قبل كده من الانديه الكبيره انت موافق عليها ولا لا؟ بعد انت الحمد لله يعني حصلت على 7 ميداليات دهب و1 فضه. العروض اللي جات لك من الانديه الكبيره موافق عليها انت تنتقل للانديه الكبيره؟ لا، انا بتمرن اصلا هنا عشان كابتن قبيسي والنادي هنا كويس يعني، وكفايه ان كابتن قبيسي معايا. طب انت باذن الله تتمنى ايه في المستقبل؟ يعني بعد ما ان شاء الله منتخب، ولا ناوي تقف على كده وباذن الله منتخب وتكمل بعد كده بطولات عالم زي ابطال العالم بتوع قبل كده يعني وكده؟ لا طبعا نفسي العب في المنتخب، ولو في بطولات عالم طبعا نفسي اشارك فيها واشرف مصر طبعا باي بطوله. هيبقى شرف ليا وللنادي وللكابتن ولمصر وكل الناس يعني. طيب انت تنصح بايه اي لاعب واي واحد دلوقتي بيمارس اي رياضه تنصحه بايه؟ تقول له يعرفه عن رياضتك، قول له ايه رياضتك؟ ايه الكونغ فو؟ رياضه الكونغ فو هي رياضه بتعتمد على اللياقه البدنيه. لازم طبعا اكون بحب الكابتن بتاعي، احب الصاله بتاعتي، ليا انتماء. كل الحاجات دي بتاثر في التمرين، وطبعا النظام في التمرين ده اهم حاجه.
music station, Nile FM. It's too late to apologize. It's too late to apologize. It's too late to apologize.